يعني ماسكين في مشاكل فرعيه يعني سايبين اهم مشكله في الدنيا، يعني ماسكين في مشاكل تافهه زي ايش الدولار بقى ب 20 جنيه، ولا علبه حليب ميدو ولا بيدو دي بقت ب 200 جنيه. سايبين راس الافعى يا جماعه، يعني سايبين اكبر مشكله في تاريخ العالم، يعني اللي هي هتسبب ازمات دوليه. هتضايقني. انا هتكلم على الجروب زي ما بتكلم في المدرسه، هتكلم على الجروب. لازم كل الامهات بعد كده تعرف كل حاجه. كويس. انا لو بنتي عملت حاجه لازم كل الناس تعرف بنتي عملت ايه، عشان نعرف نقاوم ونربي ولادنا. عشان مفضوح. انا ما عدتش هكلم حد على الخاص تاني، واللي مش عاجبه ان شاء الله ما عجبه. انا ما عنتش هكلم حد على الخاص تاني، يعني هو بعد ما عنتش وخاص دي بذمتك في حد بيرد عليك؟ النهارده يا مدام دلال ابن حضرتك عبد الرحمن حضن بنتي وبسها في الكلاس. حضن بنتي وبسها في الكلاس، وكان في قبلها ما عنتش وخاص. انا ورب العزه لو مكان عبد الرحمن كنت اغتصبتها له. ما بيلعبوش مع الولاد، بناتي ما بتلعبش مع بويز. بنتي الكبيره اسالوا عليها في المدرسه في جريد 4، ابني الكبير اسالوا عليه في جريد 5. دلوقتي بقى عندنا بويز وجريد 4 وجريد 5. هو في كلام جديد انجليزي نزل احنا ما نعرفوش؟ اصل دي كده دي محتاجه دكتور تخاطب. ضربهاني مرتين وما شفتش، ما تلاقيتش اي اكشن بصراحه. مره حاططها تحت عينها ومره. ده الواد عبد الرحمن ده طلع يعني مش مجرد متحرش ناشئ ولا حاجه، ده الواد محترف، يعني الواد بيحب العنف، يعني بيحب الهارد كور والكلام. حاضنها من صدرها وبايسها، ده ان شاء الله ده خير، ده ان شاء الله يعني. حاضنها من صدرها وبايسها وده خير ان شاء الله. طب سيبك من حاضنها من صدرها دي، احنا مش عارفين هيعملها ازاي، يعني ما سمعناش عمرنا عن حضن من الصدر، بس بايسها منين؟ لان دي هتفرق كتير قوي في المشكله. بقى ابوه الفاسق الداعر الزنديق بدل ما يقول له يا دي اختشي يا ابني عيب حتى ما تبوسهاش في الفصل في الفسحه في الحمام، لا، صاحب اكبر ساج لايف في التاريخ، يعني اللي هو يعني قول له، يعني هو الواد في جريد 4 يعني رابعه ابتدائي، طب اما يطلع ثالثه اعدادي وياخد درس الاحياء بتاع التكاثر هيعمل ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طب والله شكله راجل تقي. عليكم السلام. انا ابو عبد الرحمن وحبيت ارد على حضرتك. يا سلام. اللي عنده معزه يربطها، يعني بصراحه اللي عنده معزه يربطها. معزه؟ وانا بقول اهو على الجروب ومش هكلم حد على الخاص. اللي عنده معزه يربطها. انا ابني يبوس اللي هو عايزه. لو بنتك محترمه ومؤدبه ما كانتش خليته يبوسها وكانت اشتكت للابله، لكن الطريقه الوسخه دي انا ما بحبهاش. وسخه؟ انت فاكره يعني ان انت هتهزقيني على دي مدرسه يعني تجريبي اقسم بالله. مش هنسكت لك. انا قلت اللي عندي بقى واللي في الجروب هم اللي يردوا عليكي. اللي عنده معزه ايه يربطها يا حبيبتي. والسلام عليكم ورحمه الله. والسلام عليكم. بس لو تأملنا طريقة إلقاء السلام بتاعت أبو عبد الرحمن لأم البنت دي بعد وصلة الردح اللي ردحها لها وهو بيقول لها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هنلاقي لو بصينا جواه هنلاقي جواه راجل كويس بس مسيطر عليه خروف خلف جدي عجبته المعزة بس. يعني يا راجل يا مهزأ، هي سايبة بيت أهلها وهربانة معاه عشان تقول لي اللي عنده معزة يلمها؟ ده الواد انقض عليها وبسها في الكلاس، تعمل ايه؟ تعمل له محضر تحرش. والسلام عليكم ورحمه الله.